فلقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام مجاهد كبير من أشهر المجاهدين في تاريخنا المعاصر، هو الأستاذ عبد رب الرسول سياف، رئيس الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان. وقد ولد سنة 45 و900 وألف، وتلقى تعليمه حتى المرحلة الجامعية في أفغانستان، ثم حصل على الماجستير من قسم الحديث بكلية أصول الدين في الأزهر، وعمل فترة في التدريس بكلية الشريعة في جامعة كابول. وقد رأت لجنة الاختيار بالإجماع تقليده جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام فائزا وحيدا بها، لتميزه بتأسيس أول جماعة للحركة الإسلامية في أفغانستان، وإعداده الدعاة والمجاهدين، ووقوفه صامدا في وجه التيارات الإلحادية رغم كل ما ناله من تعذيب وسجن، ولدوره الفعال في قيادة حركة الجهاد الإسلامية في أفغانستان، وتعريفه بقضيتها في المحافل الإسلامية، مطالبا بدعمها حماية للحق والعدل والقيم الإنسانية، ودفاعا عن الشرعية والكرامة والحرية، مناديا بإعلاء كلمة الله قولا وفعلا، مذهلا العالم بمواقفه ومواقف الأبطال من حوله الذين ما زالوا يخططون ويصمدون ويجاهدون. ويسعدني الآن أن أدعو فضيلة الشيخ عبد رب الرسول سياف ليتلقى الجائزة من يدي جلالتكم. تستحق أكثر من جائزة، وربنا إن شاء الله يشد أزرك بالإسلام والمسلمين وفي جميع البلدان الإسلامية، وبالأخص في هذه البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا إمام المتقين وقائد المجاهدين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأدعو الله جل ذكره أن يجعلني وإياكم من الفائزين الذين قال فيهم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والذين يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عملهم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحد منكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، والذين قال فيهم أيضا ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. أخي في الله، عاهل المملكة العربية السعودية، أخي في الله صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والحاضرين الكرام، إخوة الدين والعقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، إني إذ أشكر المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا لإعزازها وتقديرها لأفغانستان المجاهدة ولأبنائها المجاهدين، أنادي هؤلاء المجاهدين أصحاب الأيدي الخالية والبطون الجائعة الذين يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، والذين دمرت ديارهم وأحرقت بلادهم، والذين ذبحت نساؤهم وأطفالهم أمام أعينهم. أناديهم من هذه المنصة وأستسمحهم في أن أتسلم هذه الجائزة التي هم فازوا بها، والتي أنوب في تسلمها عنهم في هذا الحفل الكريم. وليس لي إلا أن أقول لهم: سيروا في طريقكم وسيروا في دربكم الحق، إنكم تصديتم لمقابلة أكبر عدو يريد ابتلاع أمتكم ويريد تطويق العالم الإسلامي ويريد استئصال عقيدتهم. إنكم لم تدخروا لدنياكم شيئا، إنكم بذلتم كل نفس ونفيس لا لشيء آخر بل لتكون كلمة الله هي العليا. إنكم جعلتم من رؤوسكم ومن جماجمكم لعزة الإسلام سلما، فلا أملك إلا أن أقول لكم: سيروا في طريقكم بين النيران تحت أمطار القنابل والقذائف والصواريخ، وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر: مهلا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمهلا يا شعب أفغان، مهلا يا شعب أفغان، يا أبناء الأمة، يا من جددتم تاريخ أمتكم بدمائكم، مهلا يا شعب أفغان فإن موعدكم النصر والجنة إن شاء الله. إني أستسمح هؤلاء الأبطال في أن أتسلم هذه الجائزة. هذه الجائزة
التي تعبر عن نظرة إكرام وتقدير للمملكة وعن حب المملكة للجهاد والمجاهدين، أستسمحهم في تسلمها وأستحيي من الله سبحانه وتعالى. كيف أتسلم الجائزة والقدس الحزين يتقلب بين يدي اليهود؟ لا أعتبر نفسي مستحقا لها. كيف أكون مستحقا وأفغانستان العزيزة تتقلب بين دماء أبنائها؟ وإن الولايات الإسلامية في روسيا تئن تحت أقدام الروس. إني أقدر إعزاز المملكة وإكرامها للجهاد والمجاهدين، لكني لا أستحقها، والإسلام محارب من قبل أعدائه. ولا أعتبر نفسي مستحقا للحياة عندما أتذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: أينقص الدين وأنا حي؟ يا رب أيقظ فينا تلك الغيرة الدينية. أيها الإخوة الأعزاء، إن أفغانستان تعتبر نافذة لآمال الأمة الإسلامية. إن أفغانستان حوربت لأنها تدافع عن مقدسات وحرمات هذه الأمة. إن أفغانستان حوربت لأنها تصدت لمقابلة عدو يريد تدميرنا من جذورنا. لا تنسوها يا مسلمي العالم، لا تنسوا أفغانستان، لا تنسوا أفغانستان، لئلا يأتي عليكم يوم لا قدر الله، لا قدر الله، أن تقولوا فيه أكلنا يوم أن أكل الثور الأبيض. إن أفغانستان تعتبر الآن منفذا لأنفاس الأمة الإسلامية. إنها تصدت لجهاد عظيم، ذلك الجهاد التي يعتبر رمز عزتنا وكرامتنا. ولن نستعيد كيان أمتنا التليد، ولن نستعيد وجود أمتنا، ولن نستعيد عزة أمتنا إلا بالإسلام وإلا بالجهاد، ذلك الجهاد الذي يخاض لتكون كلمة الله هي العليا. فإني أيها الإخوة اختصارا للكلمة ومراعاة لضيق الوقت أطمئنكم بأن أفغانستان ستمضي في طريقها، ستمضي في طريقها إلى التحرر من قيد الأنظمة الشيوعية للدخول تحت ظلال الإسلام حيث لا حرية فوقها. ستستمر في طريقها مدافعة عن كيان أمتها وعن عقيدة أمتها وعن شرف أمتها. إن أفغانستان لن تتراجع لو لم نتمكن من أن ننقذ أمتنا. إن شاء الله سنضحي بآخر قطرة من دمائنا. إننا نطمئنكم
بأن المستقبل للإسلام. إننا نطمئنكم بأن معلمية العالم ستعود إلى المسلمين إن شاء الله، وإن سيادة العالم ستعود إلى المؤمنين بالله إن شاء الله، وإن قضايانا سواء كانت قضية أفغانستان أو كانت قضية فلسطين أو كانت قضية باقي أجزاء وطننا المغصوبة لن تحل إلا بالجهاد، فإن مصائر الأمم تكتب بالدماء ولا تكتب بالحبر والألوان. ونحن إن شاء الله سنكتب مسير أفغانستان، سنكتبه إن شاء الله بقطرات من دمائنا، ونوضح معالم في طريق الجنة بقطرات من دمائنا إن شاء الله. وإن هذه الدماء ستقوي شجرة العقيدة والإيمان إن شاء الله، وشجرة الدعوة، لأن شجرة الدعوة والعقيدة والإيمان تنمو وتزدهر بالدماء وتروى بالدماء، ونحن مستعدون لإروائها إن شاء الله. فنحن لا نرى حلا لقضيتنا إلا في خنادق القتال، ولا نرى حلا لقضيتنا إلا في ميادين الجهاد. ونحن مع انشغالنا في قضيتنا، ومع أن أفغانستان تبدلت وتغيرت إلى رماد، ولن تجدوا قرية في أفغانستان إلا وقد دمرت، ولن تجدوا حقلا أو مدينة إلا وقد أحرقت. مع ذلك كله لن نقدم أفغانستان على القدس الشريف، فإن القدس نعتبره من أفلاز أكبادنا، وإننا نرغب ونشتاق ونتلهف لنكون ممن يرفعون راية الجهاد لتحرير القدس الشريف إن شاء الله، ونتشرف بذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيي روح الجهاد في جميع المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب أبناء الأمة الإسلامية، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجمعهم على الحق، ويحقق على أيديهم أهداف المسلمين. وأخيرا، إذ أكرر شكري للمملكة العربية السعودية بتعاطفها الطيب الجميل مع الجهاد، وبوقوفها جنب وحدة كلمة المجاهدين في أفغانستان. وإذ أشكر جمهورية باكستان الإسلامية بإيوائها ونصرها للمجاهدين، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام ولتطبيق شريعته ولإقامة حكمه ولإعلاء كلمته ولنشر دعوته، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.